السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم متابعين قناة قارئة تاروت ستار مون؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهاردة هنعمل قراءة لأصحاب برج السرطان لشهر فبراير 2025. هنشوف فيها الطاقة بتاعتكم، طاقة الشريك ومشاعره ونواياه وخطواته تجاهكم. وهنشوف كمان طاقة كل برج مع أصحاب برج السرطان. القراءة طبعا للمرتبطين والمنفصلين والعزاب. ممكن تكون القراءة عكسية للبعض، بمعنى إن اللي داخل يسمع لبرج السرطان هو مش من برج السرطان، ولكن في حد يقرب له من برج السرطان وهو داخل يسمع عنه. أوكي، ديت معنى القراءة العكسية. طيب قبل ما أبدأ القراءة، أتمنى لو كنتوا لسه جداد على القناة وما اشتركتوش، أتمنى لو تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وكمان ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. ولو حابين تحجزوا قراءة خاصة مستعجلة مدفوعة الأجر، تواصلوا من خلال الرقم اللي بكون سايباه في صندوق الوصف. طيب تعالوا كده نشوف الطاقة العامة بتاعتكم انتوا الأول. أصحاب برج السرطان، انتوا الفترة ديت مشوشين أو أفكاركم مشتتة. عندكم مواضيع كتير في حياتكم، انتوا غير راضيين عن الوضع في الوقت الحالي، ولكن بتحاولوا تسيروا الواقع اللي انتوا عايشين فيه على عدم اقتناع. وركزوا قوي في حتة على عدم اقتناع. ربما انتوا يعني آم، حايشين نفسكم ان انتوا تهاجموا حد، يعني في شخص في حياتكم ربما يكون بيستفزكم بكلام، ولكن انتوا مش عايزين تهاجموا الشخص ده، عايزين تاخدوه بالراحة، كأن ليكم خطأ حصل في الماضي انتوا مش عايزين تكرروه. تمام. ولكن احذروا من الوعود الفارغة. في شخص بيوعدكم وعود فارغة. ربما يكون الشريك، ربما يكون بيتلاعب بيكم. وعلى فكرة بالنسبة للمنفصلين الشريك رحل بسبب طرف ثالث، الأغلب إنه طرف ثالث عاطفي. تمام. سبب لكم حزن وخسارة كبيرة. كان في سحر تفريق بينكم وبين الشريك، كان في خيانة وغدر بيكم. ربما هو دخل الطرف الثالث، وغالبا لو تسمعني امرأة، أنا بحدث هنا المرأة فقط. تمام. ممكن يكون دخل الطرف الثالث ده في لحظة خلسة كده. ممكن يكون هو كان شخص متعدد علاقات. خلاص. طيب عايزة بس أبشركم بحاجة، إن المشاكل اللي انتوا بتمروا بيها حاليا هي مشاكل وقتية عابرة، مش هتستمر معاكم كتير، سواء كانت عائلية أو عاطفية أو نفسية أو عملية أو مالية. على كل الأصعدة انتوا عندكم زوال أو انقشاع للضبابية اللي انتوا بتلفوا فيها الفترة دي، أو اللي انتوا عايشين فيها الفترة دي. تمام. يمكن انتوا عندكم مسؤوليات كتير، عندكم يعني هموم كتير. خلاص. لكن انا بقول لكم المشاكل اللي انتوا بتمروا بيها هي مشاكل وقتية، مش هتستمر معاكم كتير. خلاص. البعض منكم ممكن يكون منتظر ترقية في العمل هتوصل لكم، ولكن انتوا كأنكم واقفين بتدافعوا عن نفسكم في حاجة، او بتثبتوا صحة نظريتكم في شيء بمنتهى الشجاعة وبمنتهى الإصرار، ولكن بهدوء. كأن انتوا بتقارنوا ما بين موقف في الماضي وموقف في الحاضر، أو حاجة حصلت في الماضي وحاجة حصلت في الحاضر. تمام. أو بتحصل معاكم في الحاضر، وكأنكم بتعيدوا نظر أو بتعملوا مقارنة، أو مش عايزين تقعوا في نفس الخطأ أو تكرروا نفس الخطأ اللي حصل في الماضي. تمام. يمكن عندكم التفكير العقلاني وبرود الأعصاب شوية إلى حد ما، مفعلينه شوية الفترة دي. طيب لكن انتوا بتحسوا ان اللي حواليكم بيتعاملوا معاكم بقسوة، او عدم احساس، او عدم اهتمام. خلاص. وكأن انتوا بتراقبوا اللي حواليكم بشكل كبير قوي. فدي الطاقة بتاعتكم الفترة ديت، ما زلتوا معلقين في طاقة مش عارفين تخرجوا منها. إما تكون طاقة الشريك للأشخاص اللي لسه مكملين مع الشريك رغم وجود الطرف الثالث، ولكن انتوا حاسين إن هي علاقة منتهية، سواء كنتوا معاه أو انفصلتوا عنه. يعني ممكن كمان تكون كتير جدا منكم بيفكر إن حتى لو الشخص ده رجع انتوا مش عايزين ترجعوا له. خلاص. يعني انتوا معتبرين إن العلاقة دي علاقة ميتة، علاقة منتهية.
طيب تعالوا نشوف كده طاقة الشريك الفترة دي يا أصحاب برج السرطان. نشوف كده وضع الشريك الفترة دي والطاقة العامة بتاعته ايه. هو بفكركم بكورس الاستشفاء من الطاقات السلبية لفك السحر والحسد والعين مع التحصين، متاح بخصم 50%. وكمان كورس التواصل الروحاني للأشخاص الروحانيين اللي عايزين يقووا طاقتهم الروحانية أكتر في الكشف والعلاج، متاح بنفس الخصم. وكمان الإرسالات الروحانية لقلب السحر على الساحر وتنظيف الهالة الطاقية والشاكرا، برضو متاح بنفس الخصم. تعالوا نشوف كده طاقة الشريك الفترة ديت وضعه عامل ايه. شوفوا، الشريك ده كان منتصر عليكم في حاجة أو كان متقدم عليكم في بعض الخطوات. واضح ان هو شخص نرجسي، وقدر ان هو يعني يخليكم خاضعين ليه في فترة ما، ولكن كأن الدائرة دارت عليه وبدأ هو دلوقتي في مشاكل وفوضى وقهر. ربما كل اللي بناه الفترة اللي فاتت انهدم، وفي شيء هيحصل ليه، معاناة هتحصل ليه من ورا غيرة. يبدو ان في ما بينه وبين الطرف الثالث يعني مواقف كتير وكده. فانا شايفة ان في فوضى هتدخل في العلاقة دي، وهتمر العلاقة دي بأوقات صعبة وربما تنهار. ليه؟ لأن العلاقة دي من بدايتها كان فيها أسحار، فواضح ان الأسحار بتنقلب عليهم. على فكرة الشريك هيمر بحادث، عنده معاناة بسبب حادث، الله أعلى وأعلم الحادث دوت هل هو حادث سقوط أو حادث سيارة أو الله أعلى وأعلم. لكن ال يعني الشريك هنا بيعاني من كارما في الوقت الحالي، والكارما ديت بسبب ظلمه ليكم مع الطرف الثالث. هو واضح ان هو شخص عنده الايجو عالي شوية او واخد قلم في نفسه شويتين. و يعني انا شايفة بصراحة ان في حد هيتآمر عليه الفترة دي، في كلام كتير قيل وقال كتير حواليه او نوع من الابتزاز، وهو لازم ان هو يحسم امر، لانه هو استهتر كتير قوي الفترة اللي فاتت وساب امور كتير جدا معلقة. فواضح ان الفترة اللي جاية لازم ان هو يحسم امره في موضوع معين، مثلا اما يكمل مع الطرف الثالث او ينهي العلاقة تماما. تمام. اما يرجع لكم او يختفي من حياتكم تماما. يعني في قرار لازم يتخذه، اما او لا. تمام. يعني لا يحتمل التسويف او لا يحتمل المناصفة، يعني نص نص او ان هو يسيبه موارب. لا لا، هو كمان هيعيش حياة صعبة او فترة صعبة الفترة اللي جاية. تمام. فانا شايفة بصراحة ان يعني الشريك كمان بيستغل الفترة دي، عايش مشاكل كتير بسبب سيطرة من شخص. ممكن يكون الشخص دوت بيعمل أسحار، لكن الأسحار دي هتنقلب على الساحر وهتدمر حياته وحياة الساحر. يعني هو عموما طاقته ملخبطة خالص الفترة دي، اللي أنا شايفاه إن هو متوتر، أموره مش في استقرار خالص. تمام. حتى عنده طاقة هروب، كأنه هربان من المشاكل أو تعب، يعني طاقة استسلام. شايفة إن هو في طاقة استسلام للمشاكل. هو واضح ان هو ما كانش بيتحمل صراعات زمان، ويعني اتفتحت عليه باب الصراعات من كل اتجاه، فهو مش قادر يسد في الفترة الحالية. طيب تعالوا نشوف مشاعر الشخص ده تجاهكم، نواياه تجاهكم، وخطواته تجاهكم. وتعالوا نشوف بطاقة كروت تانية كده بنفس الترتيب: المشاعر، النوايا، الخطوات. والله من ناحية المشاعر، الشخص ده في الفترة الحالية في دوامة. بصوا، هو أحيانا بيكون مخلص ليكم في حتة إيه، بيفتكر لكم بعض المواقف الحلوة خلاص، ولكن الشخص ده في الوقت الحالي عنده اهتمامات أخرى. هو كأنه مقيد من ناحيتكم يا جماعة. هو سجين أفكاره، سجين حياته، سجين التوترات اللي هو عايش فيها، سجين مع الطرف الثالث. هو مبتعد عنكم على فكرة، رغم ان هو احيانا بيكون مهتم بيكم او بيراقبكم، ولكن انا شايفة ان حياته نفسها فيها قيود قوية جدا جدا، فهو مش هيقدر ان هو يجي. فهي نوايا تجاهكم حاليا نقدر نقول ان هي نوايا غير واضحة، او مشاعر عفوا غير واضحة.
اما بالنسبة لنواياه، شايفة برضو ان هو شخص متلاعب، متعدد علاقات، مغرور، الايجو عنده عالي شوية، مغرور، وبطيء شوية في تصرفاته او في خطواته. فهو عايز يجي، عايز يجي، بس متردد ان هو يجي. يعني هو هيجي خلاص، بس هيكون في الخطوة دي فيها بطء شوية. ليه؟ لانه شخص متردد. طيب خطواته تجاهكم هتكون عاملة ازاي؟ والله هو اولا لازم يقطع الكارما بتاعته، يعني لازم يمشي في الكارما بتاعته، وبعد كده هيكتشف امور هي غامضة بالنسبة له دلوقتي، ولكن هيكتشف مؤامرات شريرة كانت بتحاق ضدكم وضده. خلاص. فربما ان انتوا يعني تنتظروه مدة طويلة، لان الشخص دوت مش واضح وفي قلق كتير من ناحيته، خصوصا وهو لسه مع الطرف الثالث. فيعني انا شايفة ان مشاعره وخطواته ونواياه كلها متلخبطة. طيب تعالوا نشوف كده طاقات الابراج اللي ظهرت معانا في الطاقة. معانا طبعا طاقة برج العقرب والجدي والعذراء، الحمل، الثور، الأسد، الميزان والحمل تاني والثور. كمان طاقة برج الميزان والسرطان والأسد والقوس والميزان تاني، وكمان طاقة برج العقرب والعذراء والحمل، الجوزاء والدلو والحوت. يعني تقريبا كل الطاقات، المائي والترابي والهوائي والناري. طيب تعالوا نشوف طاقة كل برج كده مع أصحاب برج السرطان. وهنبدأ لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج السرطان زيكم، في امرأة مؤثرة في حياته. غالبا المرأة دي بتتعامل بالأسحار، وكانت بتستفزكم أو كانت بتستفز العلاقة بينكم وبين الشريك، بمعنى ان هي كانت بتفتعل مشاكل ما بينكم وبين الشريك. بس على فكرة المرأة دي هتخرج من حياة الشريك، يعني مصيرها الانتهاء. العلاقة دي علاقة مقدر ليها الانتهاء. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج العقرب، في اسحار في الموضوع، والاسحار دي معمولة على القمر، معمولة بالحزن والبعد والفرقة بينكم وبينه. إمكانية العودة بصراحة مش متاحة في الفترة الحالية. لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج الحوت، الشخص ده ربما بيعاني من كارما صحية، وخسائر مالية كبيرة. يمكن محتاج ان هو يستعيد القوة بتاعته تاني عشان يقدر يرجع. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الجوزاء، الشخص ده شايفكم انتوا السعادة، هو هيرجع ليكم او عايز يرجع ليكم وهينجح في العودة. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الميزان، الشخص ده في ما بينكم وبينه اطفال، ومازال بيحبكم على فكرة، بس في نفس الوقت في شيء بيبعد بينكم وبينه. يمكن ما زالت في اسحار بينكم وبينه ما تفكتش، فحاولوا ان انتوا لو في اسحار حاولوا تفكوها. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الدلو، الشخص دوت شايفكم يعني هدف او حلم صعب ان هو يوصل لكم. يمكن انتوا هدف بالنسبة له قرب منكم قبل كده، وكانت العلاقة بينكم اون اوف وبعد، وبعدين لما قرب تاني انتوا قلتوا لا مش عايزين نرجع. ف بصراحة هو مش هيحاول ان هو يرجع الفترة دي. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الجدي، في خصام ما بينكم وبين الشخص دوت، وفي فتنة ما بينكم وبينه لابد ان هي تخمد. الفتنة دي عملت مشاجرات بينكم وبينه ونزاعات شديدة. واضح ان في اشخاص كتير على فكرة اهل، الكارت هنا بيقول اهل هم اللي سبب في المشاكل دي. امكانية الصلح او العودة متاحة برضو. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الثور، الشخص ده شايفكم انتوا الامل بالنسبة له، بس يمكن العودة صعبة للبعض، اما ان انتوا ارتبطتوا بشخص اخر، او انتوا مش في دماغكم، او انتوا ابتعدتوا عن الشخص دوت في بلد تانية مثلا. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج العذراء، الشخص دوت بيعاني من فوضى حاليا في حياته، هيحاول يرجع لكم بس في شكوك. في شخص دخل في قلبه الشك تجاهكم، فعمل منازعات او خلافات ما بينكم، بس هيرجع تاني والحقيقة هتتكشف. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج القوس، احذروا من الشخص دوت عشان متلاعب شوية، يعني هو ماكر وبيحب ان هو ياخد مصلحته من كل اللي حواليه، فخلي بالكم لو حب يرجع خليكم حذرين. لو الحبيب او الشريك من طاقة برج الاسد، الشخص دوت حاليا عايش مأساة،
ربما يكون المأساة دي من ناحية ثروة أو ورث أو أموال منتظرها في كارما مالية بمعنى أصح مع الشخص ده. لو الحبيب أو الشريك من طاقة برج الحمل، فالشخص دوت ربما يكون منتظر معجزة تحصل معاه، لأن الوضع بتاعه شوية مش مستقر الفترة دي. إمكانية العودة معاه متاحة، بس المفتاح معاكم انتوا. يعني انتوا لو قلتوا هيرجع، قلتوا لأ، هو مش هيقرب. يمكن هو خايف منكم كمان، أو خايف من ردة فعلكم، والله أعلى وأعلم. لحد هنا أكون أنهيت القراءة مع أصحاب برج السرطان لشهر فبراير 2025. بتمنى لكم كل الخير والسعادة. خلوا بالكم على نفسكم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.